تصور كده إنك تقضي سنين طويلة في شغلانة وتفضل تدرب ناس وتعلمهم وفي الآخر هما اللي يترقوا وإنت لأ. ده بالظبط اللي حصل مع ماري كاي آش. بعد عقود من الشغل في المبيعات المباشرة، ماري كاي شافت بعينيها رجالة كانت هي اللي دربتهم بيترقوا فوقيها وهي لأ، ودايما كانت بتتقالها جملة معلش انتي ست. اتظلمت ماري كاي، بس بدل ما تستسلم للمرارة واليأس قررت تعمل حاجة تانية خالص. لمت تحويشة عمرها حوالي 5000 دولار بس، وفي سنة 1963 بدأت شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل ماري كاي كوزماتكس. بنت شركة قيمتها الأساسية إنها تكرم شغل الستات وتديهم الفرص اللي يستحقوها. عملت ثقافة بتكافئ الإنجازات زي عربيات الكاديلاك البينك المشهورة، وخلقت فرص دخل لمئات الآلاف من الستات. ماري كاي آش حولت الظلم لطاقة بناء، وبنت إمبراطورية مش بس عشان تحقق ربح، لكن عشان ترجع الكرامة والاحترام لستات كتير. تفتكر إزاي ممكن نحول أي إحباط في حياتنا لفرصة نبني بيها حاجة عظيمة؟ شاركنا رأيك في التعليقات.